الحركة الكشفية نشاط تربوي تطوعي غير سياسي مفتوح للجميع ويمارس في الخلاء وفقا لأهداف وضعها المؤسس لورد بادن باول بالمغرب. الحركة موجودة وتمارس نشاطها في تهذيب الناشئة كما هو شأن منظمة الكشاف المغربي التي تنشط هذه الأيام بضاحية سلا. ريبورتاج خالد نجدي وعادل بوسكري. قالوا قديما إن الكشفية هي متعة الفتى وفرصة القائد، لكن يبدو أن ما عرفته الحياة من تطور أضاف إليها أشياء أخرى، فقد باتت لقاءاتها وكما هو الشأن هنا بسلام مخيم منظمة الكشاف المغربي فضاء يحتضن أنشطة يمكن من خلالها أن يمتد أثر القادة إلى الأشبال. هي فرصة لما نعرفوا التقاليد ديال المدن يعني والأناشيد اللي كيديروا رغم اختلاف اللهجات، وكذلك توحيد المسابقات الثقافية. غادي ناخذوا الجديد ونصحوا داكشي اللي عندنا سواء كان خاطئ او لا كان صحيح، غادي نزيدوا ناخذوا معلومات اكثر. وكيف ما كتشوف هاد المتدربين هادو اللي معانا كل واحد من منطقه غادي يوحدوا الرؤى في الفروع ديالهم. الدورة الثانية تتوخى أيضا الاستجابة لقرار الأمانة العامة لمنظمة الكشفية العربية القاضي بإعداد دليل تجريبي، دليل تريده منظمة الكشاف المغربي عاكسا لتصورها. نتطلع أولا باش يكون عندنا تصور في الجانب الوطني، عندنا تصور الجانب الاجتماعي، الجانب العلمي، الجانب المعرفي، الجانب الكشفي الرياضي، وبالتالي هاد الشبان هم اللي غادي عندهم غيخرج هذا الدليل لأنهم اللي كيباشروا الأطفال. أما نجيب مثلا دليل من فوق ونقولوا يطبقوا، طبعا غيكون فيه صعوبة. ومن المنتظر أن تتوج هذه الدورة ببلورة مقترحات سترفع إلى الأمانة العامة لمنظمة الكشفية العربية، وكذلك بمنح المشاركين شهادة متخصص في التنشيط التربوي بالمخيمات الصيفية.